السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين، وحشيني جدا جدا. يعني بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات، يعني من اول رمضان وانا ما نزلتش. المفروض انزل بقى ايه فيديوهات في رمضان والعيد وكده، بس الواحد كان عليه ضغوطات وظروف حصلت كده، يعني ما كانش في احسن حال. والحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. اهم حاجة الواحد بخير، الواحد في حياته بيبقى فيها الحلو والوحش وكله بيعدي. سيبكم انتم، بس انا جايلكم النهارده بروتين. انا بحب الروتين اللي بيجي بعد تروق العيد وتعب العيد، ده بيكون خفيف ولين كده ومفيد على الصحة كمان. اول حاجه في يومي دخلت المطبخ علشان اغسل هدوم، فلقيت الغساله بتاعتي مش مظبوطه كده، محتاجه تتغسل غسله حلوه. كنت ناسيها في الطروقات بتاع العيد، ففكيت بقى الجناب بتاعها. دول بيتفكهم كده، مش عارفه اسمهم ايه، الفلتر بتاعها او بيكون الوساخه او الاتربه او الوبر اللي بتبقى في الهدوم، بيتفكم ويتغسلوا من تحت الحنفيه. وعملت لها دوره خل، دي بقى بتغسلها كده من جواها، وبتغسل الصرف بتاعها بمية نضيفة كده، والخل كمان بينضف الرواسب كويس. هنا بقى قلبنا على لولو بقى وجبنا قرآن. متعودة كل يوم الصبح نشغل القرآن كده في الشقة، نص ساعة كده. وهنا الحافظات اللي انا جايباها جديدة بتاع العيد، كانت مبقعة شوية علشان هي فاتحة فبقع، قلت اغسلها كده على الناشف وبعد كده نحطها على سور البلكونة تنشف بقى، تنشف البقع اللي انا غسلتها دي. جبت شوية مية وحطيت فيهم اي مسحوق، بس مسحوق جل علشان البودرة ما يكونش فيه لسه حبايبات، فجل احسن. حطيت هنا بقى جل وبالفرشة خليت البقعة تطلع كده وخليتها نضيفة. قعدت ادعك فيها كده على خفيف لحد لما البقعة راحت خالص والحتة بقت زي الفل. ممكن نحط فيها نقطة خل علشان الألوان ما تطلعش على بعضها، اللي هو الحافظة بتاعتك مش نضيفة أو نوعها مش كويس، ممكن الألوان تعمل على بعضها. ممكن نحط نقطة خل علشان تثبت الألوان. دي معلومة أنا عارفاها، قلت أقولها لكم عشان ما بخلش بمعلومة عنكم. حطيت الحافظة بقى على سور البلكونة، قلت تلحق تنشف قبل النهار ما يروح. وهنا كنت بنشر دور الغسيل اللي كان في الغسالة وحطيت دور تاني. انا في اليوم بغسل دورين او دور واحد، ما بكترش على الغسالة علشان عمرها يطول، وكمان الهدوم اللي بنشرها والهدوم اللي بنطبقها تكون حاجة على قدنا مش جبل. هنا بقى لولي كانت صحت وفطرتها، كنت سلقلها بطاطس، بسلق لها بطاطس وبحط لها عليه زبادي. ولولي خلصت فطار ووقت الشاور بتاعها، يعني بعد الفطار او بعد الاكل بتاعها لازم نغير هدومنا ونظبط كده على حالنا، علشان بنكون مبهدلين حالنا خالص، يعني هدومنا كلها بتاكل، مش العين بس اللي بتاكل. بعد كده مكة نادت لي، كانت بتلعب في الشارع وقالت لي عايزه فلوس يا ماما علشان اجيب حاجه حلوه زي صحابي. حدفت لها فلوس، قلت إيه تروح تجيب حاجه حلوه وتقعد مع اصحابها لحد لما اخلص اللي انا بعمله. بعد كده دخلت على الاوضه الصغيره اللي هي الاوضه بتاع الاطفال، وشلت بقى الملاية دي. الكوفرتة دي كانت من العيد، احنا النهاردة كان سادس يوم العيد. شلتها بقى وغيرتها، قلت كفاية عليها كده. الكوفرتة دي بحبها أوي بوشين، وش اللي هو البامبا ده وعليه عروسة، والوش التاني لونه بنفسجي. يعني ساعات بكون فرشاه واحب اغير مثلا الملاية، اقوم قلبها الناحية التانية وبعد كده اقوم غسلها، شايلاها وغسلها على طول. يعني انا بحب ارش معطر على الحافظة بتاع المرتبة قبل ما افرش الملاية. ليه بقى؟ قلت لي يعني مهما انا غيرت الملاية شكلها حلو، بس محسش ان انا غيرت الملاية غير لما ارش المعطر قبل ما افرش الملاية. حس اللي فيه حاجة بتتنفس كده، ريحة حلوة، ومكان النوم والعرق فبنغير الريحة. هنا بقى فرشت الملاية دي. عايزة كل اللي بيتفرجوا عليا ينزلوا يحطوا لايك، يا رب بحق الأيام المفترجة دي اللي يفرحني بلايك يفرحه ويفرح قلبه بفرحة مستنيها يا رب العالمين، ويفرحكم جميعا. حبيبة ماما بالكحل يأتي. الجو الايام ده يا جماعه ملخبط قوي، حر على صيف، قصدي على برد، فخلي بالكم من عيالكم علشان الجو مش متظبط، وكمان في تعب للعيال وللاطفال، ربنا يحفظهم يا رب ويسلمهم. هنا بقى انا كنت حطيت بقى دور غسيل غير الدور اللي انا نشرته ده، الدور اللي هو بتاع المفارش شلتها، بتاع الملايات شلتها وغسلتها على طول. كده بقى انا خلصت الترويقات، فنخش على الغدا. قلت هعمله خفيف، هنعمل بطاطس سورية
قلت بقى اعمل بطاطس سورية. كان عندي عيش كريب في الفريزر، قلت عادي كنت هعمل كريب وبعدين رجعت في كلام، قلت السندوتشات البطاطس خفيفة عن الكريب وكده وحاجة سريعة. هنا عملت التومية، وطريقة التومية عندي تحت هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الوصفة دي تحت، اللي هي السندوتشات والتومية برضو هتلاقوها على القناة عندي في فيديو كده بتاع البطاطس السورية. وكمان هسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف، هسيب لكم اللينك بتاعه. هنا بقى قريت البطاطس وحطيت عليها التوابل بتاع البطاطس دي، بجيبها من فتح الله بجد تحفة. وهنا الكاتشب والمايونيز جبتها اكياس كده عشان كان عندي كاتشب كبير بس خلص، جبت الاكياس دول، جبت 3 كاتشب وواحد مايونيز. ده بقى الكريب اللي عندي، يعني بقاله شهرين كده في الفريزر بس ما حصلوش حاجه. انا كنت بفككه وهو لسه مجمد عشان كده اتكسر معايا. لو عندكم عيش من ده او اي عيش سوري، في عيش اسمه سوري ولا شامي مش عارفه، بس ده عيش كريب كنت عاملاه من شهر كده من قبل رمضان وحطيته في الفريزر. ده شكل السندوتش، بحط التومية وبعدين البطاطس والكاتشب والمايونيز، وده خيار مخلل بحطه كمان، ولو حابة احط طماطم. في سندوتشات مش حاطة فيها طماطم علشان مكة، لازم نعمل لكل واحد السندوتش ونحط له الاضافات اللي هو بيحبها، لا اما كده لا اما السندوتش مش هيتاكل وهيتركن في جنب وهنتدبس فيه في الاخر. حطي بقى اي حاجة في السندوتش عندك او حاجة انت بتحبيها، ولو عندك اي نوع من الجبن زي الموتزاريلا او رومي او شيدر هيودوا السندوتش في حتة تانية تالتة خالص، وهيكون طعمه اكنك يعني مش اكنك جايباه من برا. بعد كده بخلص السندوتش وبلفه وبحطه على الطاسة او صينية عندي بتكون ما بتلزقش، وكمان بندهنها دهنة بسيطة خالص اول مرة من الزيت، وبعد كده المرات التانية مش بندهنها، بنمسح الطاسة كده بمنديل وخلاص. بعد كده عملت بقى جنبها تومية وحبيت التاني ده اللي هو اللون الاحمر ده تومية على كاتشب على مايونيز. كل اللي عندي البواقي اللي كانت في الكيس حطيتها على تومية. بجد ده الحاجات دي بتبقى افتكاسات تحفة، بنخترع حاجات كده بس بتطلع في الاخر جميلة بجد. السندوتش كان طعم قوي، وكمان اكلنا وشبعنا. دول اللي طلعوا، وفي كمان في الطاسة بحمصهم كده على جنب. هي دي الاكلات اللي بتكون بعد العيد، بتبقى خفيفة كده وسريعة، عشاء بقى غدا اكلة سريعة بتكون حلوة. او كمان حطيت جنبه بقى شيبسي وحاجة ساقعة ومخلل، وبألف هنا على حبايب قلبي ونور عيني. وهنا بقى عملت لهم الحلو رز بلبن في الفرن. عندي الاطباق الفيول دي كنت جايبه فيها رز بلبن من بره برضو، وعندتها عشان اعمل الحركه دي. لما اجي اعمل رز بلبن احط فيها احطهم يعني تحت الشوايه ياخدوا وش، وبجد بيبقوا تحفه تحفه جدا. هنا عملت حبه عشان احطهم تحت الشوايه، وكمان عملت حبه ابيض وحطيت عليهم جوز هند وزبيب بقى اللي هما في الاطباق الازاز دي. صلى على النبي يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هي لولو الصحة وعامله لنا دوشه كانت بتلعب بالريموت، لقينا هتعمل لنا بقى دوشه في الحبه الاخر من الفيديو. انا قلت اسجل الفيديو قبل هي ما تصحى، بس صحت بقى في الحبه الاخر دول. هنا بقى انا عملت رز بلبن خلص وطلعته من الفرن وبرد، وشكله كان تحفه وطعمه كان تحفه وماسك نفسه بعد لما برد. هسيب لكم لينك الطريقة بتاع الرز بلبن وبتاع التومية تحت في صندوق الوصف. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وكان خفيف عليكم واستفدتم منه. كل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم كل خير يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.